السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في قناة أوفر أكلة. هنعمل النهاردة مع بعض كبد وقوانص كده بالبصل. أنا حطيت البصلة دي مقطعاها وحطيتها في سمن، هشوحها بس كده تشويحة. وطبعا الكبد والقوانص أنا غسلاها، دي القوانص بس قطعتها وحطيتها كده عشان القوانص بتاخد وقت أطول في التسوية عن الكبدة. فهسيبها كده واغطيها وهي هتطلع ميتها كده زي ما انتوا شفتوا. مش هحط لها ميه خالص لان هي بتزفر، اما بزودها ميه كده عاديه من الحنفيه بتزفر. كده هي شربت ميتها خالص. ونزلت كمان عليها بالكبده، برضو كنت مقطعاها وكنت غسلاها. هشوحهم كده مع بعض وهغطي عليهم برضو الكبده تنزل ميتها خالص، وهتشربها بعد كده. هيكونوا خلاص هم استووا اصلا، يعني ما بزودش ميه من بره. كده الكبد والقوانص استوت. نزلت عليهم بقى ببصلة كده متقطعة جوليان، وبعدين ده ملح، وهحط صويا صوص وفلفل اسود بس، وهقلب كده تقليبة واسيبهم برضو كده متغطي عليهم شوية كده يستووا. عملت معاها شوية رز كده بشعرية، وكانت جميلة والله، أكلة جميلة وشوية سلطة وحلوة قوي قوي كده. برضو تنفع غدا وتنفع عشاء وكده يعني. كده هي خلاص خلصت. انا عارفة ان انتوا عارفين طريقتها يعني، بس حابة افكركم ان هي من الاكلات اللي ألف هنا.